ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين. جاية النهاردة اتكلم معاكم عن الفاين باودر اللي منزلاها اوريفلام الشهر ده في الكتالوج المصغر اللي جوه الكتالوج الكبير. اهو ده سعرها اهي فرشة الباودر على شكل مروحة اللي نازلة معانا في عرض الشهر ده ب84 جنيه. الفرشة دي الحقيقة سهلة جدا في استخدامها وجميلة جدا جدا جدا، وبتبقى يعني حلوة قوي قوي في استخدامها. بس هي في فرق بينها وبين الفرشة الكبيرة اللي هي دي، تمام؟ اللي هي فرشة كريم الاساس او الفرشة التانية بتاعة البودر الاساسية. اولا الكيس ده هي بتبقى جايه في كيس كده، وبتبقى معاها حاجة تانية، تلبيسة تانية معرفش راحت مني فين الحقيقة. بتبقى لابسة على الفان باودر نفسها، على دي نفسها، علشان خاطر تغلفها وكده. انا مش عارفة بتاعتي راحت فين. ثانيا حرف الدي ده انا اللي كاتباه عشان اميز حاجتي بيه يعني. المهم، عشان لو رحت اي بيوتي سنتر اي حته تبقى ايه حاجتي يعني مميزه. هي بتجيلك مغلفه، ماشي، في كيس زي ده كده بيبقى مكتوب عليه اوريفلام، ماشي، والمقاس تقريبا بتاع، لا المقاس ما بيبقاش مكتوب عليها، المقاس بيبقى مكتوب على الفرشه نفسها ان هي ايه، F04. تمام. طيب استخدامها ايه؟ انت بتستخدميها في ان انت بتحطي بيها مثلا البرونزر لو هو بودر، بتحطي بيها البتاع ده، البودر نفسه بتحاولي ان انت توزعيه تحت خط العين او على الخد بسرعة او بشكل اسرع او بشكل الطف، لو هو مثلا حصل تكتل في منطقة ومنطقة لا. هي الشعيرات بتاعتها ناعمة جدا، ودي حاجة جميلة انا بحبها فيها اهي. تحسوا ان الشعيرات بتاعتها ناعمة والايد خشب، فانا عشان كده انا حبيتها وحبيت ان انا اكلمكم عنها. بتوزعي بيها مثلا لو حصل تكتل في منطقة زي كريم بودرة البودر اللي هي اللوس باودر او الكومباكت باودر، حصل فيها تكتل او اي حاجه بتحاولي ان انت توزعيها، لانه الفرشه الكبيره يعني بتاخد، انا بتهيألي بتاخد الخد كله، فاهميني؟ بتبقى يعني ايه، بتزهق. ماشي، عقبال لو حصل تكتل او حصلت اي حاجه في اي منطقه، عقبال ما بتعمليها يعني. انما دي خفيفه جدا في استخدامها وسهله وسلسه ولذيذه يعني. دي بصراحه يعني يعتبر احلى فان باودر استخدمتها، لان هي نفسها بصوا رفيعه جدا، والمقاس بتاعها صغنطوط، عشان كده هي ايه، هي عجبتني يعني. اهو ده شكلها زي ما انتوا شايفين، ومكتوب عليها اوريفلام، ماشي، والرقم بتاعها، وبتبقى جايه مغلفه علشان ما تقلقوش مثلا لو هي ايه مغلفه ولا في اي حاجه، ايه ده هي الفرشه ديت متغلفه ولا مش متغلفه ولا ايه. لا، هي بتبقى جايه لكم من الشركه مغلفه. بس ده تقييمي ليها، ودي طريقة استعمالها، وهي بصراحة فرشة جميلة جدا، وسعرها نازل حلو 84 جنيه من اوريفلام، فهتبقى طبعا ايه حاجة يعني كويسة، يعني انت واثقة ان هي كويسة. مش فاكرة الصناعة بتاعتها، تقريبا كانت بولندي، مش باينة على الكيس بقى بصراحة هي الصناعة بتاعتها ايه. اوكي، اسيبكم بقى واقول لكم سلام، ويا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين، ويا رب دايما في احسن حال. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، تعملوا له لايك وشير وتعملوا اشتراك في القناة، وسلام، ويا رب دايما فاكريني من دعائكم.